مستحقات زيزو طلب مستحقاته من او بعت لاتحاد الكوره ان ليه 82 مليون تقريبا ده كده. كلام طبعا غير صحيح. وانا طبعا بص يا مهيب، انا في حاجه بس زيزو يعني دي نصيحه ليه هو. يعني هو الراجل ده 7 سنين في الزمالك وموجود والناس كانت بتحبه، فان انت تنهي حياتك حتى كمان لو انت رحت للنادي الاهلي او المنافس ده قرارك وده ربنا وفقك. ان انت تبقى عندك مشكله مع الناس في القصه دي، اعتقد ان انت بتزود الموضوع اكتر. انت ممكن تتنسي بعد شهر شهرين 3 خلاص الموضوع انتهى. طول ما انت عمال تزود في المشكله وان انت تعمل ان ليك حقوق اصلا مش ليك، يعني دي مشكله كبيره جدا. لا ما هي دي من إن هي وجهه اصلا نظر مش ليه. مين؟ من وجهه نظر ازاي مين؟ مش ليه؟ العود. انا بقول لك العود حاجه امال هو مش احنا اللي هنقول ليه ولا مش ليه؟ انا بقول لك من جانب العود، من جانب العود. لكن انت هو دلوقتي لا قبل ما تكمل بس يا ابو واحد عشان دي مهمه جدا، معلش يعني هو انا لو ليا حق جنيه عند نادي اكس، المفروض انا عشان الناس تحبني ان انا اتنازل عن الحق ده عشان ما اخدوش؟ لا مش المفروض يعني مش المفروض. طيب. بس ما يبقاش، بص هقول لك حاجه، مش المفروض انت ما يبقاش ليك ليك مثلا 4 ده غير الخصومات اللي ممكن ما يبقاش ليك يعني 4 مليون وتطلب 80 مليون. لا طبعا زيزو لا معلش يا كابتن دي مش هقدر يعني اتكلم زيزو فيها. في نادي الزمالك ليه 4 مليون بس؟ يعني 4 مليون كمان ده ممكن يتخصموا. لا دي مش حق انت